اما اصل القراءات فهؤلاء القراء السبعه اولهم نافع وآخرهم الكسائي كلهم متأخرون عن زمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ولم يدرك أحد منهم النبي صلى الله عليه وآله وإنما هم متأخرون وكان قبلهم قراء آخرون غير هؤلاء. قراء معروفون ابن مسعود ابن عباس أبي وغير ذلك من القراء كانوا قبلهم. هؤلاء القراء نشأوا في زمان الباقر سلام الله عليه، يعني أدركوا زمان الباقر جماعة منهم وبقي بعضهم لم يدرك الباقر عليه السلام وكان معاصرا للصادق عليه السلام وبقي جماعة منهم إلى ما بعد الصادق عليه السلام. آخرهم الكسائي مات قريبا من 190 قريبا من 190. هذا هو آخر القراء السبع. ذكرنا في بحث القراءات أن هذه القراءات ليست متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله جزما، وإنما هي مبنية على اجتهاد من هذه القراء أو من أساتذتهم الذين تعلم هؤلاء القراء منهم، وإلا فليس هنا سند متصل بالنبي صلى الله عليه وآله حتى بخبر الواحد، فضلا عن أن يكون متواترا، يعني أن تكون هذه القراءات متصلة وأن النبي صلى الله عليه وآله قرأ كذلك. لم يدعي أحد من القراء هذا الأمر ولم ينسبه إلى النبي، لم ينسب قراءته إلى النبي صلى الله عليه وآله بطريق متصل ولا بغير طريق متصل، يعني مرسلا لا مسندا ولا مرسلا، فلم يثبت هذا بخبر الواحد فضلا عن دعوى التواتر وأن يقال بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قرأ بهذه القراءات. بل إن هذه القراءات لم تثبت متواترا حتى من القراء. ليس لنا علم بأن عاصم أو نافع أو ابن عامر أو غيرهم من القراء قرأوا كذلك، وإنما ثبت ذلك بأخبار الآحاد من جهة تلاميذهم وبواسطة تلاميذهم، واتفاقا بعض تلاميذهم معروفون بالفسق والفجور والكذب على ما تعرضنا لذلك في بحث التفسير مفصلا. منهم عاصم. القراءة المعروفة فعلا التي يكتب القرآن والمصاحف على طبقها هي من طريق حفص، وحفص رجل معروف بالكذب، يعني في ترجمته قالوا إنه كذاب. فالقراءات لم تثبت عن القراء أيضا فضلا عن أن تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله، وإنما ثبتت هذه القراءات بطرق الآحاد عن القراء، وأما عن النبي صلى الله عليه وآله فلم تثبت حتى بطريق الآحاد فضلا عن التواتر.